الراجل ده جاب تورتيه شيبس وكسرها كويس جدا وعجنهم بدقيق وميه، وبعدين حط في النص موتزاريلا ونزلها في الزيت، طلعت بقى محمصه وشكلها مقرمش زي ما انت شايفه كده. فجبنا تورتيه شيبس نخرج منه كل الهواء وهنكسره. هو طحنه وخلاه مفروم خالص، هو كده مش هيطلع مفروم خالص. حطه في الخلاط. حطه في الخلاط. هو ممكن يبقى عمل كده ومقلش. ودلوقتي هنبدأ فقرة الدوشة. كده الطحن عادي. كده بقت مفرومه حلوه قوي. الخطوه اللي جايه بقى عليها جدل كبير قوي، لان هو ما قالش هو حط ايه. ناس كتيره قوي جربت النشا وقالوا ان طعمه وحش جدا، فاحنا هنجوفر دقيق. هنحط شويه دقيق مش كتير، وبما انه ما قالش ميه قد ايه فهننزل بشويه ميه صغيرين ونبدا ان احنا نعجن. ايه ده؟ ايه ده ريحته طعميه. طعميه؟ ايه ده؟ تصدقي بجد ريحته طعميه؟ ريحته عجينه طعميه. ازاي؟ وكده وصلناها تقريبا نفس القوام اللي هو كان عامله عجينه. والخطوه اللي بعد كده ان احنا هنحط جواها جبنه صوابع. ناخد بقى قطعه من العجينه ونعمل كده ونحط الجبنه في النص ونبدا ان احنا نقفل عليها. نعمل كده. وريني بقى شكلها كده. دي بطاطا دي. كده هيطلع الشيب بتاعها احلى. ونحط اول واحده هنا، نيجي بقى للتانيه ونقفل تاني واحدة بنفس الطريقة وتاني واحدة. وزي ما انتوا عارفين انا دايما بحب اقلي الحاجات دي في حلة زي دي تكون غويطة عشان كلها تنزل في الزيت، ومش بحب استخدم الطاسات دي عشان بتبقى كبيرة قوي والحاجة كلها مش بتغطس في الزيت. فاخيرا قررت ان انا اجيب ديب فراير، بس بتتحط على النار عادي عشان ما اقليش في الحلة تاني. الديب فراير دي جبتها من تيمو، واحلى حاجة عجبتني فيها الترمومتر اللي انتوا شايفينه ده عشان نطلع الحاجة في الوقت المظبوط، وكمان الغطا بتاعها عبارة عن مصفى بنطلع عليه الحاجة. نولع بقى النار. وبعد الفيتشرز اللي فيها دي كلها عايزه اقول لكم ان سعرها اقل من الحله العاديه وكمان هاي كواليتي. ننزل باول واحده. ايه ده؟ بدات تاخد لون بسرعه قوي. ريحتها بدا يبقى تحفه. الله، ايوه حطها هنا بقى. وبعد ما تتصفى هنشيلها هنا وننزل بتاني واحده. انا متحمسه جدا. وفي اقل من 3 دقايق تاني واحده استوت وبقت بالشكل ده. السؤال هنا بقى، هل الجبنه دي هتمط؟ واو. نحط بقى شويه سراتشا عشان ندب فيها. اللحظه الحاسمه. يلا دب. ما جاش جبنه. والله حلوه قوي. طعمها طعميه. تعملها تاني؟ لا هعمل طعميه بقى احسن.